بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بالطلاب الاعزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي. حبايبي الغاليين، سوف نتناول شرح الانقسام الميوزي. اول معلومه عاوزك تعرفها ان الانقسام الميوزي ده اولاد بيعرف بالانقسام الاختزالي او منصف. ليه طب بيسموه بالمنصف او الاختزالي؟ ان الخليه بتختزل عدد الكروموسومات الى النصف. تمام. وهنتكلم على كيفيه تكوين الامشاج. طب ادي خليه يا استاذ، خليه تناسليه بتحتوي على 2 ان انقسمت نوعين. انقسام الميوزي ده بيمر بنوعين، ميوزي اول وميوزي ثاني. في الميوزي الاول الخليه 2 ان بتحتوي على خليتين، كل خليه فيها ان. تمام. خليه 2 ان بتكون منها خليتين، كل منهما فيها نص المادة الوراثية. ثم بتخش في الميوزي الثاني، كل خلية برضك بتنقسم إلى خلية بس بتحتوي على نفس المادة الوراثية. بمعنى هنا كانت مثلا فيها أستاذ 46 كروموسوم في الخلية الأم. في الميوزي الأول بينتج خليتين، كل خلية فيها 23 وخلية فيها 23. إذا في الميوزي الأول الخلية خدت نص عدد الكروموسومات اللي في الخلية الأم. ولكن لما جت في الميوزي الثاني الخلية دي يا أستاذ اللي فيها 23 انقسمت لخليتين جديدتين، كل خلية فيهم 23. بمعنى في الميوزي الأول خلية خدت نص المادة الوراثية في الخلية الأم، بينما في الميوزي الثاني خدت نفس المادة الوراثية في الخلية الأم. ولذلك الانقسام ده الميوزي الثاني بيسموه بالانقسام الميتوزي، لأن الخلية بتنتج نفس عدد الكروموسومات. وبدأ يوضح هنا يقول لي يا أولاد إن الانقسام الخلوي ده بتنقسم الخلية الواحدة زي ما شفنا إلى 4 خلايا. كل خلية بتحتوي على نص المادة الوراثية بالخلية الأم. يعني خلية أم فيها 2 ان، في النهاية بينتجوا 4 خلايا، كل خلية فيها ان فقط. ولذلك سموه بالمنصف زي ما قلنا في البداية، لأنه بينصف الكروموسومات للنص. وقلنا هي ميوزي أول وميوزي ثاني. الميوزي الأول بينتج عنه خلية تحتوي على نص المادة الوراثية في الخلية الأم، أما الميوزي الثاني بينتج عنه 4 خلايا بكل منها نصف عدد الكروموسومات في الخلية الأم. وتتحول كل منها إلى حيوان منوي أو بويضة أو حبة لقاح. هنا قال لي يا أولاد، ما ننساش المعلومة دي إن شاء الله بنسبة 100% تجي في الامتحان، إن في الانقسام الميوزي الأول بتنتج خلايا مختلفة وراثيا عن الخلية الأم. طب ليه؟ لأن بتحدث ظاهرة اسمها ظاهرة العبور. ظاهرة العبور دي فيها سؤال ثابت إن شاء الله تعالى. يبقى أولا ظاهرة العبور بتحدث في الميوزي الأول. طب إيه اللي بيحدث فيها؟ بيحدث فيها اختلاف المادة الوراثية، بينتج الفرد متنوع في الصفات الوراثية. ادي يا استاذ الخليه بيجي كروموسومين متماثلين غير شقيقين بيبدلوا الماده الوراثيه. شايف الازرق بيجي في الاحمر والاحمر بيجي في الازرق، بيجي الكروموسوم بالشكل ده يتقارب ثم بيلتفوا مع بعض ثم بيتبادلوا الماده الوراثيه، فبيحدث ظاهره تنوع وراثي. يبقى لو قال لي ما أهمية ظاهرة العبور، هي المسؤولة على التنوع الوراثي في الكائنات الحية، وبنسبة 100% فيها سؤال إن شاء الله تعالى. طب الانقسام ده مهم في إيه؟ قال لي يا أستاذ مهم في تكوين أمشاج في المناسل اللي هي الأمشاج المذكرة والمؤنثة. طب وبيختزل عدد الكروموسوم إلى النصف في المشيج. ليه؟ عشان يحفظ ثبات أفراد النوع الواحد عند التزاوج. بمعنى بيجي حيوان منوي فيه مادة وراثية منوي في مثلا في ان، تاج بويضة برضك فيها ان. عند الإخصاب بيكونوا يا أولاد؟ يكونوا 2 ان اللي هي نفس عدد الكروموسومات في الفرد الأبوي الأصل. فبكده ان جي من حيوان مذكر وان جي من مؤنث احتوى على الزيجوت اللي هو 2 ان. يبقى أهميته إنتاج أمشاج والحفاظ على عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد. أشكركم طلاب الأعزاء، ولنا لقاء متجدد ومعلومة جديدة، ولكن رجاء لا تنسونا الاشتراك في القناة.